بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الأمة لدولة الكويت الشقيقة أحمد عبد العزيز السعدون، وذلك بمناسبة اختياره بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة في دولة الكويت. وقال البركاني في البرقية: يسرني وزملائي أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية أن نتوجه إليكم بأصدق التهاني والتبريكات لنيلكم الثقة التي أولاكم إياها زملائكم باختياركم بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة في دولة الكويت الشقيقة، وإننا على يقين أن توليكم لرئاسة المجلس ستمثل انطلاقة رائدة للنهوض بالعمل البرلماني المشترك من خلال تواجدكم على رأس هذه المؤسسة في بلدكم الشقيق. وأضاف: كما نتوجه إليكم وزملائكم في مجلسكم الموقر بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة علينا وعلى بلدينا وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ولا يفوتني هنا أن أعبر لكم عن اعتزازنا الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين بلدينا الشقيقين والدور الأخوي الصادق الذي مثلته دولة الكويت مع أشقائهم في اليمن بمختلف الظروف والتحولات، والذي جسد عمق الروابط الأخوية والمصير المشترك. متمني لكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد، ولبلدكم الشقيق دوام التقدم والازدهار.